بيبدأ فيلمنا مع بنت اسمها آنا، وبتكون آنا في أوضتها بتعزف على آلة التشيل، وكان باين عليها الحزن. وبتتفاجئ آنا بزوج والدتها بيدخل أوضتها وبيحاول يتكلم معاها، لكنها بترفض ترد عليه. وساعتها بيتعصب وبيضربها وبيقول لها إن هي من غيره كانت هي ووالدتها هيترموا في الشارع، وإنها لازم تدفع تمن اللي بيقدموا ليهم. وساعتها بيحاول يعتدي عليها، ولكن آنا بتقاومه وبالفعل بتقدر إن هي تزقه بعيد عنها. لكن للأسف هنا بيقع على حرف الشباك الحاد، وده بيسبب له جرح عميق في رقبته، وبيفضل ينزف بشكل كبير. وبتفضل آنا مرعوبة وهي شايفة المنظر ده، والراجل بيفضل ينزف لحد ما بيموت قدامها. وبتتنقل هنا آنا ساعتها للسجن بتهمة القتل الغير متعمد، وبتعترف قدام القاضي إن هي اللي زقته، ولكن ده كله علشان تحمي نفسها منه. لكن والدتها كان ليها رأي تاني، وبتقول عكس كده تماما، وبتكذب بنتها، وبتقول إن جوزها كان إنسان كويس وكان بيهتم بآنا كأنها بنته الحقيقية. وبينطق القاضي بالحكم اللي بيصدر فيه قرار حبس آنا من 4 ل9 سنين حسب سلوكها. ولأن آنا تحت السن القانوني فبتتنقل لسجن الأحداث، وبتكون آنا مصدومة ومش مستوعبة إيه اللي بيحصل معاها، وإنها في يوم وليلة كده خسرت كل حياتها وبقت في مكان واحد مع مجرمين وقتلة. وبمجرد ما بتوصل آنا مع باقي المجرمين للسجن، بيقابلهم فرانك مدير السجن اللي بيرحب بيهم جدا، وبيقول لهم ان هم هيقدروا يعيشوا في سلام من غير اي مشاكل في السجن، ووقتها طبعا هيخرجوا في اسرع وقت. وبيهدد هنا ان اللي هيتسبب في اي مشاكل هيكون عقابه قاسي جدا. وبعدها بتروح آنا للزنزانة اللي هتقعد فيها، وهناك بتقابل شريكتها في الزنزانة وبتتعرف عليها، وبنعرف ان اسمها جيني، وبتسألها عن المدة اللي قضتها في السجن. فبترد عليها وبتقول لها ان هي محبوسة من 5 سنين، وان هي فاضلها سنة واحدة بس وتخرج من هنا. وساعتها آنا بتبقى منهارة، وده لانها لازم تقضي في السجن 4 سنين على الاقل. وتاني يوم بتخرج آنا لساحة السجن مع باقي المساجين، وبتيجي واحدة منهم وبتتكلم معاها، وبتقول لها ان هي اسمها كودي. وبتفحص آنا ومش بتلاقي في جسمها اي علامة او خدوش، وده معناه ان هي مش مجرمة زيهم. وبتكون آنا خايفة منها ومن تصرفاتها، وبتعرض هنا كودي على آنا إن هي تنضم لعصابتهم، ولكن آنا بترفض وبتقول لها إن هي حابة تكون لوحدها. وساعتها بتعتبرها كودي إهانة ليها، وبتهدد آنا بالسكينة، وبتقول لها إن هي هتندم على رفضها ليها. وبرغم خوف آنا إلا إن هي بتستمر في رفضها للانضمام لعصابة كودي، وبتفضل إن هي تكون بعيدة عن كل اللي في السجن. ولكن كودي مش بتسيبها في حالها، وبتروح وبتعرض عليها مرة تانية، وبتقول لها إن في واحدة من المساجين مراقباها، وإن هي لو ما كانتش ليها مصدر حماية في السجن هيتم إهانتها بكل الطرق. وبتعرف إن هي هتقدم لها الحماية في مقابل إن هي تنفذ لها طلباتها، ولكن آنا للمرة التانية بترفض وبتسيبها وبتمشي. والكلام ده كله بتترجمه كودي إن هي مش بتحترمها، وعلشان كده بتوعدها إن هي هتندم على قرارها ده. وبترجع آنا للزنزانة وهي خايفة، وبتسأل جيني على كودي، وبتقول لها جيني إن كودي دي تبقى أكبر زعيمة في السجن، وإنها كمان حاولت تضمها في البداية، لكن جيني كانت كل مرة بترفض. علشان كده لسه بتستمر في إن هي تضايقها لحد دلوقتي، والكلام ده بيخلي آنا تقلق وتخاف أكتر. وأثناء ما كانت آنا بتنظف ممرات السجن، بتتفاجئ بكودي وجماعتها وهما بيسحبوها في أوضة ضلمة، وبيضربوها ضرب قوي جدا في كل جسمها. وبتهدد كودي ان هي لو اعترفت عليها هتقتلها، وبعد كده بيسيبوها واقعة في الارض وبيمشوا. ولما بتروح آنا للعيادة بيسألوها اذا كانت شافت اللي ضربوها ولا لا، ولكن آنا ساعتها بتخاف وبتنفي، وبتقول ان المكان كان ضلمة جدا وما قدرتش للأسف تتعرف على وشوشهم. وبتطمنها ممرضة جين ان ما عندهاش اي كسور، وبتلاحظ جين ان آنا بنت ضعيفة ومش زي باقي المجرمين اللي في السجن، وعلشان كده بتنصح آنا ان هي تبعد عن كل المساجين لان هي مش شبههم. وبتقول لها ان هي لو احتاجت لاي مساعدة فهتقدر تطلبها من فرانك مدير السجن، وفعلا بتسمع آنا نصيحتها، وبتروح علشان تقابل فرانك وبتطلب منه ينقلها في زنزانة لوحدها. ولكن فرانك بيقول لها ان الحبس الانفرادي صعب جدا وللأسف مش هتقدر تتقبله. وبيقرا فرانك ملف آنا، وبيعرف ان هي كانت طالبة متفوقة، وبيعرض عليها ان هو يقدم لها مساعدة، وكمان هيوفر لها الحماية في السجن مقابل ان هي تنفذ له كل اوامره. وبيقرب فرانك من آنا، ووقتها هنا بتفهم نواياه وعلشان كده بتبعد عنه. وبيقول لها هنا فرانك ان المقابلة انتهت، وبيطردها من المكتب. وبترجع آنا لأوضتها وهي منهارة من العياط، ووقتها بتعرف جين ان فرانك حاول يقرب منها، وبتقول لها ان هو بيعمل كده مع كل البنات اللي بتوصل جديد للسجن.
وبتطمنها ان لما دفعة جديدة هتوصل للسجن هينساها ومش هيفكر يضايقها مرة تانية. وتاني يوم بتلاقي آنا واحدة من المساجين رايحة تتخانق معاها، وبتهددها كمان ان هي هتخلص عليها. وساعتها بتخاف آنا وبتفكر في ان كلام كودي كان صح وانها لازم تكون معاهم علشان يحموها. فبتروح وبتتكلم مع كودي، لكن واحدة من العصابة بتقف قدامها وبتمنعها، وساعتها بتتخانق آنا معاها وبتضربها لحد لما بيجي الأمن وبيفصلهم عن بعض. وبتكون دي أول مرة لآنا إن هي تتخانق في السجن، وده اللي بيخلي كودي تعجب بتغييرها وبتوافق إن هي تنضم للعصابة بتاعتهم. وبعد كده بياخدوا آنا للزنزانة بتاعتهم، وبتعرفها هنا كودي إن هي تقدر تدخل السجن أي حاجة هي عايزاها بسبب نفوذها. وبتقول لآنا إن هي علشان تنضم لعصابتهم لازم يثقوا فيها الأول. علشان كده بتقول لآنا إن هي لازم تتخانق مع البنت اللي ضربتها النهاردة، وإنها كمان هتصور بالكاميرا اللي معاها، وده علشان ما تقدرش إن هي تعترف عليهم لأنها مشتركة معاهم. وبرغم خوف آنا إلا إن هي بتوافق وبتروح وبتتخانق مع البنت وبتفضل تضرب فيها لحد ما بيفصلوهم الحراس عن بعض، وبياخدوا آنا للحبس الانفرادي اللي بيكون صعب عليها جدا. وبعد 48 ساعة بس بتخرج آنا من الحبس الانفرادي، وبيستدعيها فرانك لمكتبه وبيقول لها إن هو أفرج عنها بعد يومين، برغم إن حبسها كان المفروض يستمر الأسبوع. وبيهدد آنا إن هي لو ما نفذتش اللي هو عاوزه منها هيخليها تكمل الشهر الحبس الانفرادي. وبتضطر هنا آنا إن هي توافق علشان تحمي نفسها. وبتحتفل هنا كودي وعصابتها بآنا اللي بقت فرد منهم، وبيوشموا كمان عليها شعار العصابة على إيديها. وبتعلمها كودي تدخن الممنوعات، لكنها بتحذرها من حقن المخدرات، وده لأنها لو أدمنتها هتتدمر تماما. وبيجي يوم الزيارة، ودي بتكون أول زيارة لآنا من وقت ما دخلت السجن، وبتحضر والدتها الزيارة وبتعيط لما بتشوفها، وبتقول لها إن كان لازم تصدقها وإنها فعلا ما كانتش قاصدة تقتل جوزها، وإنها كانت بس بتدافع عن نفسها. لكن والدتها مش بتصدق كلامها وبتقول لها إن هو كان كويس وكريم معاهم. وساعتها بتتعصب آنا وبتتخانق مع والدتها وبتقول لها إن هي عارفة إنه كان بيعتدي عليها. بتتعصب والدتها وبتقول لها إن هي ندمانة علشان جت تزورها، وبتسيبها وبتمشي. وبترجع آنا للسجن وهي حزينة وبتحكي لكودي اللي حصل، فبتواسيها كودي وبتقول لها إن هي مش غلطانة وإن الغلط كله أساسا على والدتها. وفي الوقت ده بتيجي نفس البنت وبتتخانق مع آنا وبتضربها بكل قوتها، وبتطلع كل غضبها فيها لحد ما بيفصل بينهم الحراس. وبعدها بياخدوها على مكتب فرانك اللي بيقول لها إن هو هيسمع لها ومش هيسجل الخناقة في الملف بتاعها، وكمان بيسمح لها إن هي تدخن الممنوعات. وللمرة التانية بتضطر آنا إن هي تستسلم لفرانك. وبعدها بترجع آنا للزنزانة ولكن وهي سكرانة، وبتتخانق مع جيني بدون أي سبب وبتضربها بالقلم. ولما بتفوق بتطلب من جيني إن هي تسامحها، لكن جيني هنا بترفض أسفها وبتقول لها كمان تقطع علاقتها بيها. وبتروح آنا لكودي علشان تاخد منها مخدرات، فبتديها كودي المخدرات، لكنها بتقول لها إنها بعد كده لازم تشتري بفلوسها وإنها لازم تتحكم في شربها علشان ما توصلش للإدمان. فبتتخانق آنا معاها وبتقول لها إن هي مش مهتمة بيها، وده اللي بيخلي كودي تتعصب وبتطردها بره. وتاني يوم بتروح آنا لاتنين مساجين وبتطلب منهم حقن مخدرات، وفعلا بتقدر آنا إن هي تشتريها منهم وبتبدأ تدمن المخدرات. ولما بتشوفها كودي بتروح بتتخانق معاها وبتقول لها كمان إن بالطريقة دي هي هتدمر نفسها، لكن آنا هنا مش بتهتم بكلامها وبتزعق لها، وده بيخلي كودي تهددها إن هي هتقتلها، وكمان بتعرفها إن هي من النهاردة ما بقتش معاهم. ولما بتعرف عداوة آنا إن هي بقت لوحدها وبعيد عن الحماية بتروح وبتضرب آنا هي وعصابتها، وهنا ما بتقدرش آنا إن هي تدافع عن نفسها. وبعدها بتروح آنا للعيادة وبتلاحظ جين آثار حقن المخدرات على إيديها، وعلشان كده بتقول لها إن هي لو احتاجت أي مساعدة تقدر تطلبها منها. وبترجع آنا للزنزانة وبترسم وشم جديد بكلمة ميتة على إيديها، وبتروح علشان تشتري جرعة جديدة من الممنوعات، والمرة دي بتتخيل كل مساجين جوز والدتها، وعلشان كده بتنهار وبتقع على الأرض من الخوف، وبتبدأ أعراض الإدمان تظهر على آنا. فبتنصحها هنا جيني إن هي لازم تروح لأخصائية نفسية في السجن، وبتعرف كمان إن هي ساعدتها تتعافى من الإدمان قبل كده. ولكن آنا بترفض نصيحة جين وبتروح آنا وبتتخانق مع عدوتها في السجن، والخناقة ساعتها بتكبر لدرجة إن بتتدخل القوات الخاصة علشان يوقفوها. وبسبب الشغب اللي حصل من آنا بيتم حبسها حبس انفرادي لمدة أسبوعين، وكالعادة بيخرجها فرانك قبل ما تكمل مدة عقوبتها.
وبسبب مدة الحبس الانفرادي بتكون آنا بعدت عن المخدرات، وده بيسبب لها أعراض انسحاب وبتكون صعبة جدا عليها. وبتروح لها كودي وبتقول لها إن هي لازم تعمل فحوصات، وده لأنها ممكن تكون اتصابت بعدوى خطيرة. ولكن آنا مش بتسمع كلامها وبتطلب منها إن هي تمشي من الزنزانة، وده بيعصب كودي وبتقول لها إن هي من دلوقتي بقت أكبر عدوة ليها. وجيني هنا بتساعدها وبتشجعها إن هي تبعد عن الإدمان، ولكن للأسف بتضعف آنا وبتروح علشان تشتري مرة تانية. لكن في الوقت ده بتروح كودي وبتتخانق مع أصحاب الممنوعات وبتهددهم إن هم لو باعوا لآنا هتقتلهم. ومن هنا بتقوم خناقة كبيرة بين الكل، وبيوصل فرانك بنفسه مع القوات الخاصة علشان يوقفوا الخناقة دي. ووقتها بتمسك آنا آلة حادة وبتهدد بيها الكل، وإن هي هتتخلص من حياتها لو حد قرب منها. ولما بيحاول فرانك يمنعها بتجرحه في وشه. وفي الوقت ده بيقدر الحراس إن هم يتمكنوا من آنا، وبيتم حبس آنا لمدة شهر، وده اللي بيخلي آنا تنهار بسبب السجن القاسي وكمان منعها من المخدرات. لحد لما بيجي يوم وآنا بتكسر صينية الغدا وبتجرح بيها نفسها علشان تتخلص من حياتها، وبيشوفها واحد من الحراس وبياخدها بسرعة على العيادة. ولما بتفوق بتلاقي نفسها في مكان غريب ومتكتفة، وبيكون في قناع على وشها، وبتفهم كده إن هي في العيادة النفسية. وبتسألها الدكتورة إذا كانت فعلا قاصدة تتخلص من حياتها، فبتقسم هنا آنا إن هي ما كانتش في وعيها وإنها ما كانتش تقصد اللي عملته. لكن الدكتورة مش بتصدقها بسبب الوشم اللي على إيديها، وبيتم وضع آنا في القسم النفسي تحت ملاحظة. وبتهتم بيها الممرضة جين وبتسألها إذا كانت تحب تكلم حد، فبتطلب آنا إن هي تقابل والدتها. وبتقدر هنا جين إن هي توصل رسالة لوالدتها، وبالفعل بتيجي. والمرة دي بتعيط والدة آنا وبتعترف بحقيقة جوزها، وبتعتذر لها كمان على اللي هي عملته معاها، وكمان بتوعدها إن هي هتكلم محامي كبير علشان يخرجها من القضية، وساعتها هيبدأوا حياتهم من جديد. وهتقدم لها كمان في المعهد الموسيقي زي ما كانت بتتمنى. ووقتها بتحس آنا بالأمل مرة تانية، وبتروح لفرانك المكتب اللي بيقول لها على مدار سنين شغله في السجن اتعرض لكل أنواع الاشتباكات مع المساجين، ولكن لأول مرة إن الاشتباك يسيب علامة في وشه، وده طبعا كان بسبب الجرح بتاعها. فبتتأسف له هنا جدا، وبيقول لها فرانك إن هي مميزة علشان كده بيسامحها على اللي هي عملته. وبترجع آنا لوحدها، وده بيساعد الكل إن هو يضايقها وبيتنمروا عليها، حتى كودي بتشترك معاهم. وفي يوم بتتفاجئ آنا بفرانك بيطلبها في أوضة كده بعيد عن المكتب بتاعه، ولما بتروح بتتصدم لما بتلاقي آلة اللي تشيل قدامها، وبيطلب منها فرانك إن هي تعزف عليها. وبرغم إن آنا بقالها شهور ما عزفتش، إلا إن هي بتعزف بمهارة وبتخلي فرانك يعجب بعزفها، وبيخليها كمان تشترك في حفل المواهب اللي بيتم كل سنة في السجن. ولما بتعرف كودي بكده بتقابل آنا في مكان بعيد عن الحراس، وبتجرحها كودي في وشها، وكمان بتضربها في ايديها علشان ما تقدرش تعزف بعد كده. والمرة دي بتعترف آنا لفرانك ان كودي هي السبب في اللي حصل لها، وبتقرر هنا آنا ان هي تتخلص من فرانك. وعلشان كده بتروح لجين وبتطلب منها مساعدة، وبتحكي لها كمان عن اعتداء فرانك عليها. فبتطمنها جين وبتقول لها ان جوز اختها يبقى صديق المحافظ. ولكن المفاجأة هنا ان فرانك كان بيراقبهم بالكاميرات وبيسمع كل اللي حصل بينهم، وبيبعت كمان بلطجية يضربوا جين وبيهددوها. ولكن جين مش بتسكت وبتروح له المكتب وبتسأله لو كان ليه ايد في اللي حصل ده، فبيلمح لها فرانك ان هو كان السبب وانه يقدر كمان يقتلها. وهنا بتتجاهله جين وبتمشي على طول. ووقتها بيعرف فرانك ان جين عنيدة، وعلشان كده بيبعت ناس يقتلوها ويخلصوا عليها. ولما بتشوف آنا اللي حصل ده بتتصدم وبتبقى خايفة، ولما بيطلبها فرانك المكتب بتكون خايفة من اللي هيعمله فيها. ولكن على غير المتوقع بيسمعها فرانك وبيقول لها ان هي اكتر بنت علقت معاه، وعلشان كده بيديها فرصة تانية. وبيجي يوم الحفلة وبتعزف آنا على التشيل لدرجة ان المساجين بيندمجوا معاها. وفي نفس اليوم بيقول لها فرانك ان عزفها كان حلو، وان هو كمان اكتشف ان مكانها مش في السجن، وعلشان كده قدم لها على جلسة افراج. فبتفرح جدا وبتروح تحكي لجيني اللي بتقول لها ان هي لازم ما تثقش في فرانك ابدا. وفعلا بتقتنع بكلامها وبتروح علشان تطلب المساعدة من كودي ان هي توقع فرانك. فبتوافق كودي علشان تتخلص من فرانك، وبتعرف آنا ازاي تستخدم الكاميرا علشان تصور بيها كل اللي بيحصل. وفي يوم المحاكمة بتقعد آنا قدام لجنة من القضاة وبيسألوها لو كانت مؤهلة ان هي تخرج من السجن، فبتقول لهم ان هي ندمت على جريمتها وان هي خلاص بقت مؤهلة علشان تخرج.
ولكن لما بيسألوا فرانك عن رأيه بيقول لهم إن هي عندها مخالفات كتيرة وإن هي كمان لازم تقعد فترة أطول في السجن. وفي وقتها بتتأكد إن فرانك كذاب وكمان بيلعب بيها، وقبل ما يرفضوا خروجها من السجن ساعتها بتطلع الكاميرا اللي مسجلة كل حاجة وبتوريها للقضاة اللي بيتصدموا من أفعال فرانك وبيطلبوا القبض عليه فورا. وبتقدر هنا آنا إن هي تخلص نفسها وكل المساجين من ظلم وقهر فرانك، وساعتها بيسمحوا لها تخرج بعد حبس دام سنة و3 شهور. وبعد فترة بنشوف آنا في حفلة موسيقية خاصة بيها، وكمان كانت بتعزف على الآلة اللي تشيلو اللي بتحبها، وبيكون قصاد عدد كبير جدا من الجمهور، وبيكون من ضمن الجمهور ده والدتها اللي بيبان ان هي فخورة بيها جدا. وبكده بتقدر آنا ان هي تعيش الحياة اللي كانت بتتمناها. بس كده يا سيدي، ودي نهاية الفيلم. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وده يا معلم علشان يوصلك اشعار بكل افلامنا الجديدة. يلا اشوفكم على خير في فيلم جديد. سلام.